على بركة الله. الصوت A. Un balai. الصوت A. Une baleine. الصوت أن، إذن هو صوت أنفي يخرج من الأنف. أن، إذن واحد. أن. الحرفان P و H ينطقان ف. Un phare. Un phare. PN. PN. Un pneu. Un pneu. إذن دائما عندما يكون لدينا صوتان أو حرفان ساكنان، أي ليس لديهم صوت، والحرف الأول لا يكون أمامه أي فويال، يعني A و O أو E أو U، إذن ننطقه كأن فوقه سكون ونقول pneu. Un pneu. Un pneu. إذن هنا لدينا S مكررة مرتان. Une casserole. Une casserole. Est une tresse. Une tresse هي الضفيرة. Une tresse. St. Une statue. Une statue. سيان، إذا دائما تي مع يون في آخر الكلمة تقرأ سيان. Une addition. Une addition. T. Une carotte. Une carotte. صوت O. Un autocar. Un autocar. صوت O. Un marteau. صوت on دائما هي من الأصوات الأنفية. un panda. un panda. صوت أنفي يعني أن الهواء يخرج من الأنف. الصوت on. une lampe. une lampe. إذن on و on تقريبا صوتان متشابهان. lampe. إذن نتمم. pl. pl. une plume. une plume. إذن لدينا N مرتان. un bonnet. un bonnet. صوت بغ. une prise. une prise. لاحظوا أن دائما R إذا كان قبلها الصوت أو الحرف P أو T أو F أو C إذن تنطق خ وليس غ. تذكروا ذلك جيدا. une prise وليس une prise. R. un verre. كأس. CS هنا عكس سك، إذن هنا قرأناها سكا، لكن هنا سوف نقرأها سي. إذن قليلة هي الكلمات التي نقرأ فيها سي. مثلا كلمة une scie. المنشار une scie. لاحظوا تي و R. إذن R هنا ماذا سنقرأه؟ خ. جيد. سنقول un trésor. لاحظوا دائما عندما تكون S بين دو فويال O أو E أو A أو I تذكروا لي فويال. إذن هنا سوف نقرأه صوت Z وليس S. لا نقرأ trésor ولكن trésor. trésor. Vr. un livre. un livre. صوت N. une banane. une banane. صوت O. une moto. une moto. صوت P. un papillon. لاحظوا L. اثنان L لا نقرأها لا، سنقرأها كحرف الياء. papillon. que. un coq. un coq. تذكروا أن السي دائما عندما يكون أمامها O أو A أو U ننطقها ك، وكذلك عندما يكون سي في آخر الكلمة ننطقها ك. صوت R. une robe.
une robe. S, un serpent. Un serpent. لاحظوا هنا T لا نقرأها. Un serpent. T, un tapis. أيضا S في آخر الكلمة لا تقرأ. Un tapis. صوت U, une usine. لاحظوا أيضا S بين دو فويل نقرأها Z. Une usine. Un vélo. Un vélo. إذا هنا فقط تذكير الصوت S. إذا يقرأ S أو Z. إذا كان S بين دو فويل سنقرأه Z. مثلا une fusée. Une fusée. لا نقرأ une fusée. لاحظوا بين دو فويل U و E اللتان باللون البرتقالي. fusée. بينما هنا un sac. un sac قرأناها S. un sac. إذا نقرأه S إذا كانت S واحدة وليس بين دو فويل، أو إذا كانت S مكتوبة مرة أيضا تقرأ S. un sac. لاحظوا أن الصوت أو الحرف ك دائما يأتي معه صوت U. مثلا في مرات يكون أمامه الصوت أو الحرف U. إذا هنا رغم وجود الحرف U لا نقرأه Q. دائما Q إذا كان أمامه الحرف U لا ينطق Q، وإنما ننطق الحرف الذي يلي Q. لاحظوا في هذه الحالة سننطق 4 كأن ليس لدينا U. 4. إذا كانت O كو، إذا كانت I كي، إذا كانت هنا أمام مكان E أمام مكان A E ننطقها ك. إذا في هذه الحالة 4.